طيب نيجي لأسئلة شابتر 3. شابتر 3 عندي 9 أسئلة أهم من بعض. عندي كام فكرة في الشابتر ده. كام فكرة أقول لك كام فكرة، حوالي 8 أفكار يعني. تمام، هيجيب لك منهم على الأقل 3 4 5، مش هيطلع برا كده يعني. تمام، فأول حاجة عندك في البي دي اف واحد بيقول لك رايت، يعني اكتب 1+3 اي على 1 - 2 اي آه في الجنرال فورم، اللي هي الجنرال فورم. يعني بيقول لك حل الاسم. انت فاكر من حل الاسم الجاي بنضرب في المرافق؟ طب المرافق كام هنا؟ هتقولي 1+3 اي على 1 - 2 اي في المرافق 1+2 اي على 1+2 اي. بنغير الاشارة. طيب هتقولي انا عندي تحت يا سيدي، طالما العدد في المرافق بقول مربع الاول زي مربع التاني. طب 1 تربيع ب1 و2 تربيع ب4، يبقى اللي تحت 5. تمام. طيب بعد كده هتعمل ايه؟ هتقولي اول في اول، ده عشان ده عددين مركبين مختلفين. اول في اول 1 في 1 ب1. طيب تاني في تاني ناقص تاني في تاني، 3 في 2 ب6. كتبت ال6 كفت الأقواس زائد خدت الأي عامل مشترك وقلت طرفين. 2 في 1 ب2، 2 في 1 ب2 ووسطين 3 في 1 ب3 اللي هي كام؟ اللي هي 2 زائد 3. فأصبح عندي إن ال1 - 6 هتديني -5 موجب 5 اي. هتقولي موجب 5 اي، ما هي 5 اهي على 5. فهتقولي كده مش حلو، انا عايز اعدلها، عايز اخليها شكل على الجنرال فورم زي ما هو عايز. فهتقولي -5 على 5 زائد 5 اي على 5. وزعت ال5 تحت يعني، فهتطير دول مع بعض. هيفضل عندي -1 زائد 5 على 5 في الواحد يبقى -1 اي. -1 زائد اي، -1 زائد اي. ده الجنرال فورم اللي هو عايزها محلول عندك في البي دي اف. تاني مثال عبيط برضو، ليه؟ هو مديك ان 3 زائد اي 2 - اي على 1 زائد اي. هتعمل ايه؟ اول حاجة هتضرب ده. هتقولي اول في اول ناقص تاني في تاني ووسطين في طرفين وسطين زائد طرفين او طرفين زائد وسطين. وبعد كده بعد ما تفك ده بالفكة بتاعتها المقام بتاعها هيطلع معاك 7 - اي على 1 زائد اي. اصبحت نفس المسألة الأولى، فهتضرب في المرافق. المرافق اللي هو 1 - اي على 1 - اي، وهتكمل مسألتك عادي جدا والبي دي اف معاك موجود في الحل. مش هتحلها ليه؟ لأن نفس الفكرة، مش هنضيع وقت. طيب رقم 3 نفس الفكرة، بيقولك 1 - 2 اي على 1 زائد 3 اي. هتضرب في المرافق اللي هو 1 زائد 3 اي على لا قصدي ناقص دي ناقص 1 - 3 اي، وهتكمل طبيعي جدا. تمام، والحل عندك في البي دي اف. انت بتقولي بتجري ليه يا عمي؟ مع نفس الشرح ونفس الحل، وانا حل معاك في فيديو الشرح. هنضيع وقت ليه؟ طيب هنضيع وقت حرفيا. الكومبلكس نمبر اسئلتها كلها موجوده في الشرح، فيديو الشرح. فانا بس عملت الفيديو ده عشان متقولش انت منزلتش ليه، بس انا بقول لك الفيديو الحل موجود فين. رقم 4 الاثبات ده اللي هو اي تربيع، اي 12، اي 13، اي 14، اي 15 بتساوي صفر. الاثبات ده بيقول لك اثبت ان ده بيساوي صفر. الاثبات ده موجود في الشرح في الكومبلكس نمبر، وموجود في الورق بتاع الشرح، فمش هشرحه تاني. لو انت مش فاهمه خش على الشرح، انت هتلاقيه في الشرح. طيب وده جي فاينل، يعني السؤال ده جي فاينل. رقم 5 جمع وطرح، برضو موجود نفس المثال في الفايل، اللي هو بتاع الشرح برضو. رقم 6 والمسألة دي مهمة جدا، مهمة. اللي هو بيقولك 1 زائد اي تان سيتا على 1 - اي تان سيتا. بيقولك عبرلي عن دي بالكومبلكس نمبر وعايزها في الجنرال فورم. هتعملها ايه؟ برضو حللها محلولة في شرح الكومبلكس نمبر شابتر 3، مشروحة بالتفصيل لأنها مسألة طويلة جدا، ومتوقع ان يجيبها، متوقع ان يجيبها، بس ما اعتقدش ان هو يجيبها، لانه هو هيجيب امتحان سهل، مش هيجيب امتحان معقد عشان يجيب المسألة دي. بس انت خش ذاكرها
المفروض انت فهمتها من الشرح، ما فهمتهاش خش اسمعها من الشرح تاني في الفيديو. انت بتقولي مش بتشرح ليه؟ اقول لك اشرح لو اضيع وقتي ووقتك ليه؟ طب ما هو انا شرحها في الفيديو. طيب رقم 7 بيقول لك هات لي المودولس والارجيومنت اللي هو الساعة اللي هي الار بتساوي جذر اكس تربيع زائد واي تربيع، والساعة اللي هي سيتا بتساوي تان سالب واحد واي على اكس، وهتجيب له الاتنين دول. طالب منك معطى، هتعوض في القوانين بتاعتك. طب الاكس بكام يا عم؟ الاكس الاكس بواحد والواي بسالب واحد، هتعوض عادي. طب كده انا في الربع الكام؟ موجب سالب، انا في الربع الرابع. يعني لما اجيب الزاوية، الزاوية هتطلع معاك 45، لما تجيب الزاوية هتطرح منها 180 اللي هي سالب 45 زائد 180 اللي هي 180 يعني ناقص 45، هتديك اللي هي 135 اللي هي 3 باي على 4. ودي جابها في فاينل وجابها في الكويز، كويز 2 او كويز 1 مش فاكر، يعني كويز 2. طيب رقم 8 بيقولك هات البولار فورم، هات البولار. طيب البولار اللي هو صيغة البولار بتقولك ايه؟ الار البولار يعني، لا 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 لا، البولار يساوي ار كوزين سيتا زائد اي ساين سيتا. طب عشان تحلها هتجيب الار وهتجيب السيتا، الار اللي هي المودولس اللي هي الساعة، والسيتا اللي هي تمام، هتجيب السيتا والار وهتعوض في القانون بتاعك. والمسألة دي برضو موجودة في ملف الشرح، لو مش فاهمها سهلة برضو مفيهاش حاجة. طيب هتقولي انا كده عندي الاكس بسالب واحد والواي بسالب واحد، يبقى انا كده في الربع التالت لما اجيب الزاوية هتزود عليها 180، هتقولي 180 زائد ال45 اللي هي الزاوية تطلع ب45، يبقى الزاوية بتاعتك هتطلع 225. فهتعوض في 225 مكان السيتا، والار قلتلك هتجيبها هتطلع جذر 2، وهتكمل مسألتك ليه انا بقى ليه ما بشرحش؟ لان ده كله موجود حرفيا في الشرح، مش هضيع وقتي ولا وقتك برضه. طيب رقم 9 find the square root of z بتساوي واحد زائد اي، برضو موجودة في الشرح، موجودة في الشرح نفس الأرقام بنفس كل حاجة، وجت فاينل. فاللي هو انت مش محتاج ان انت غير تحل الأسئلة اللي في الفايل. لو مش فاهم منها حاجة ارجع للفيديو كومبلكس نمبر هتلاقي حل كل الأسئلة فيه. بس كده. معلش لو كنت يعني ما حلتش معاك كل حاجة، بس حرفيا مفيش وقت. لو قعدت احل الأسئلة دي تاني هتاخد وقت، الفيديو هيوصل لساعة أو ساعة ونص في الكومبلكس نمبر وحديها ومشروح، وعشان وقتي ووقتكم بس. شكرا.